اليوم غنعرفوا علاش الزليجيه هما اعداء الاولين ديال الوطن، واش بصح خاصهم ينقرضوا. والسؤال الاهم، واش كاين شي نوع كفس من الزليج؟ ولكن قبل ما نعرفوا واش هما الاعداء الاولين ديال الوطن ولا لا، فخصنا نعرفوا اصلا شكون هما الزليجيه ومنين جات اصلا التسميه ديال الزليجيه. طبعا السميه ديال الزليجيه جات من الزليج المغربي. واو، تصفيقات حاره علي، صفقوا علي المعلومه ما كنتوش عارفين. واكرر اكرر الزليج المغربي، حيت سمعت شي مؤخرا شي ناس كيقول لك حق الزليج ديالنا ما دي الزليج المغربي. فالزليجي شكون هو؟ انا عارفك بغيتي تماركي عليه وتقول لي اللي رقا شويه كبرتي على هادشي. هما واحد النوع ديال الاشخاص اللي مطيحين علينا الدل مع البران، خاصهم غير يسمعوا شي قاوري ولا شي ما نعرفهاش قال موروكو في شي ديسك ولا في شي فيديو ولا في فلوق ولا وريفر، تطبيل الى يوم الدين. ما كاين ما احسن من هذا القاوري هذا اللي قال موروكو، اللي ولا بستوني ديال المغرب ما يمكن كشد في راسو بكثره الفخر. كيدور عنك بديك سمعتي قال موروكو، سمعتو اخويا سمعتو هادور غير تويه. اما الا شي لعاب ديال الكره ولا شي ممثل عالمي جا المغرب ولبس اللعبه المغربيه او شي شربيل، ناري جا ما يسكت لينا الزليجي في ديك اللحظه. ديك الساعه صافي كيوصل لقمه الاورغاز كيوصل لقمه النشوه. صافي ديك الساعه ما تقدرش تحبسوا على الفخر اللي شدوا في ديك اللحظه. وهنا فين غادي يعيقوا بين القور وشي نوع من العرب، وغادي يطيحوا على الثغره اللي كتجيب لهم كبر عدد ديال الفيوز. السلام عليكم everybody. ذكر مروكو بالخير واراك التطبيل، وغادي تجر ليا احسن شحيمه الزليجيه، واستغلوا هذه الفئه ديال الزليجي باش يطلعوا بهم التفاعل. حيت عارفينهم مساكنه، فهمتيني، كبيدات مساكن دواز وين دي بحوايج الزليجي ما تمحنش معاه دغيا رق ديتي الزليجي مسكين. حيت الزليجي ساهل تضحك عليه، انت محتاج فقط حاجه وحده، دير لي شويه الموسيقى وشي كلام معسول لا العاطفه، صافي ديتي بحوايجه. ولكن عندك تقصارف غلط واحد وتنتقد شي حاجه في المغرب، عرف راسك انك دخلتي الحرب خاسره، صافي انت خاسر ب10-0 ديك الساعه مع الزليجي. حيت غادي تلقى جنود واعداد لا تحصى من الزليجيه اللي مستعدين انهم يهجموا عليك ويتهموك انك انت مصيفطاك للجزائر بحال واحد خيتي. قلت لواحد خينا زليجي في واحد الفيديو وتقول لي كيفاش انت تقول زليجي، شنو زعما انت مع الجزائر؟ ما فهمتش انا كيفاش هاد اللينك داروه مع بيننا وبين ما فهمتش اش من علاقه اختي. انا ما عجبنيش واحد زليجي واحد بلا باش ما نسبش، المهم ما عجبني من حقي، ما عجبتنيش شي حاجه. علاش هاد الاتهام هذا الحق؟ ولكن يلا مسامح كان. والزليجي هادو بالضبط بحال هاد خيتي هادي هما انواع. كاين نوع اللي كيبغي بلادو بحالي انا، زليجي بايدوين كل ماتش ديال المنتخب كنس في قهوه مدوي احترم راسك. من حقي كنبغي بلادي يزيد البلدان وبونو مول الضحكه. هاد النوع ديال الزليجيه انا منهم وانا كنتقبل. علاش؟ عادي يعني احنا زليجيه كلنا زي بعض. ولكن باش تبغي شي حاجه فهذا كيعني انك خاصك تبغي تشوفها احسن من غيرها، وباش تشوفها احسن فخاصك تشوفها كترتقي. والارتقاء باش كيجي باصلاح ديال نقاط الضعف وتعزيز النقاط ديال القوه في اي حاجه ماشي غير في البلاد. ولكن المغرور والاناني صديقي وعزيزي، وهذا هو الزليجي اللي انا تندوي عليه، ما تيشوفش نقاط الضعف وما تيبغيكش اصلا تشير لهم وتقول لي ما ديك راه نقطه الضعف. ما كيرضاش انك تقول لي انت ضعيف هنا او البلد ديالنا ضعيفه من واحد الناحيه خاصها تصلح، ما تيرضاش ما تيقبلش هو هذه الفكره. بالنسبه لي خاص تبقى غير تمدح فيه وديما تقول ان كل شيء زوين والعام زين وديك الهضره ديال الكيلو. وهنا فين كيطيحوا في الغار، لانه باش تبغي شي حاجه وفي حالتنا حنا كنبغيو هذا البلد فخاصنا نفكروا بالعقل وخاصنا نصلحوا الاغلاط ديالنا. مثلا في كره اللي اقرب حاجه واللي حنا عايشينها دابا مبروك علينا التاهل يعني الحمد لله. ما عرفتش هذا الفيديو غينزل قبل ماتش الكاميرون ولا من بعد، المهم دار من بعد ماتش تنزانيا كان البارح صورته مع المونتاج ولا ياخذ شويه الوقت. فكيف قلت لكم في كوره مثلا، كيف ما تطورنا في كوره ولاحظنا الاغلاط اللي كنا كنديروا وصلحناهم وخدمنا عليهم، ولينا دابا كنتقارنوا بكره اوروبيه، ولينا حنا اكثر منتخب مرشح ان حنا ندوو كوب افريقيا. وانا على وعدي ان حنا غندوو كوب افريقيا، ماشي وعد صراحه باش ما ندخلوش في داكشي ديال التكهن، ولكن انا على ثقتي صايبناش. فرجعوا لموضوعنا، فاحنا في كره تطورنا ومشينا بزاف ووصلنا لمراتب يعني ناضيه، وحتى من ناحيه ماشي غير ديال اللعب بل حتى من التيرانات ومن البنيه التحتيه ديال التيرانات هما كانوا واعرين، وكانت شي حاجه اللي خلاتنا نفتخروا بشي حاجه اللي كاينه. والتنظيم اللي كان في المغرب في كاس افريقيا يقارن بالتنظيم ديال قطر لكاس العالم ولا لكاس العرب ولا وريفر شنو بغيتي تختار، ويعني انا كنشوفو احسن من ديال الاوروب.
احنا زلجنا هذا. علاش؟ حيت انا ما كيعجبنيش التنظيم ديال الاوروب، ما عندهم الارث ليغاسي، ما عندهمش حاليا شي حاجه اللي زعما كنشوفوا ونقولوها. كيف ما شفنا هذا الشيء اللي زوين، فخاصنا نشوفوا حتى الجانب الخايب اللي كاين باش نخدموا عليه ونصلحوا. فمثلا خوتنا في اسفي كاين اللي خسر عائلته، كاين اللي خسر الناس اللي قراب ليه. العدد الخسائر اخويا كاينه كبيره ما كتحصاش، وكاين اللي خسر مو وشافها كتمشي قدام عينه. فإلا كنتي زليجي وما تسوقتيش وقلتي انا لا اهتم، وبما ان الالم او الاذى ما وصلكش فانت لا تهتم، انت اناني وما تتحش بخوك المغربي. هادشي علاش خاصنا نشوفوا الجوانب بجوج، حيت لا شفنا الجانب غير زوين فرحنا انانيين، ولا شفنا غير الخايب فرحنا متشائمين. داكشي علاش خاص في الحياه تكون واحد البالانس بين بزاف ديال الحوايج، وانك تشوف الزوين والخايب في الحاجه. علاش؟ باش انك تشوف الزوين تفتخر به، وتشوف الخايب وتقول انا ما تنفتخرش بهاد الحاجه وخاصني نصايبها ونزيد بالها. وانا لاحظت واحد الحاجه اخرى، كاين نوع اخر ديال الزليجيه اللي هو زليجي ما عايش في المغرب، هو زليجي لكن ما عايش في المغرب. داك النوع اللي غير سامع كيجي للمغرب في لي فاكونس، كيدور غير في البلايص الزوينين، ما عارف مسكين لا ناس في اسفي، لا هو زليجي مسكين وفرحان ومزيان، البلاد واعره، حيت اصلا ما ساكنش فيها وما تيجيش له، اصلا لا يهتم، تين هو عايش برا وحياته برا، وانا زليجي وصافي. ولكن ماشي كلشي، ماشي كاع الناس اللي ساكنين برا راهم هكا، ولكن كاين الناس اللي ساكنين برا ولكن حاسين بالشعب وحاسين بمعاناه بعض الفئات وهذا. ولكن انا كندوي على داك النوع اللي لا، المغرب اجمل بلد في العالم وحسن من اوروبا ولا يقارن وكل شيء، هو اصلا ما عايش فيه. شكون كان عايش فيه بعدا تفهموا، ما عايش فيه، هو اصلا ما حاش به. ولكن اكثر فئه ديال الزليجيه اللي انا ما تنحملش هما الزليجيه المؤثرين. راه انا ما كاينش اللي كيستفزني قدهم وقد داك الاستفزاز اللي تيديروا وحاجه ديك الشعبويه وديك العاطفه زعما باش يكسبوا التفاعل. هي خدامه دابا الاستفزاز فانها خدامه. دابا السؤال الكبير والسؤال الاهم، واش الزليجي فعلا هو عدو الوطن؟ واش فعلا خاصو ينقار؟ انا كنقول لا. ونصبح هنا كنجلد فيهم وكنقول لا في الاخر ما. علاش؟ لانه كاين اخطر من الزليجي بمراحل، اخطر من الزليجي وما لا يقارن بالزليجي، وغيدوز عندك اسوأ يوم في حياتك الا قلتي ليه المغرب زوين. النوع هذا تيجبد لك اسوأ الحوايج من احسن الحوايج. توري 100 حل الله يلقى لك فيه 100 مشكل، ما عندوش هو ديك اللعيبه ديال البلاد زوينه. هذا هو الكائن اللي سميتو الهرقاوي ديما كيتبنى واحد الفكره ديال البلاد ما عطاتنا والو، وهذا هو طانوس الكآبه، فولديمورت الحزن والتشاؤم. اسوأ نهار في حياتك هو فاش غتقول ليه البلاد واعره ولا تذكر ليه شي حاجه زوينه في البلاد. شوف عرف راسك انك غادي تسمع وغيولي باك هو اللي شافر الدوله، وغتولي اختك في قطر، فهمتي؟ ما غيزقلكش. وهذا النوع هذا الا كانت عندك اختك فراه مستحيل تربحوا في شي نقاش. نساو غيره. وهذا النوع اسوء 100 مره من الزليجي، لانه كيف كيقول لك 100 زليجي وزليجي ولا هرقاوي عنده مقص. داكشي علاش انا بالنسبه لي الكائن الوحيد اللي فعلا نبغي نشوفه كينقارض من المغرب ماشي هو الزليجي ولا الهرقاوي. الزليجي بالعكس كيذكر لك الحوايج اللي زوينين، ولو انه اناني بعض الشيء، ولكن على الاقل عنده واحد البوزيتيفيتي، تقدر تدوي معاه تكتشف فيه شي حاجه اللي فهمتيني، تقدر تناقشه، تقدر توعيه ولا شي حاجه بحال. الهرقاوي مستحيل، البلاد ما عطاتنا والو. ملي كتقول لي شنو بغيتي البلاد عطاك، كيقول لك تخلصنا على الشوماج. اول فكره كتجي في بالو هي تخلصوا البلاد على الشوماج. العقل البشري كيفاش باش ما نساوش واحد اللعيبه مهمه خصني ندوي عليها، اللي هي انه كاينين الناس اللي كيكرهوا مثلا المغرب اولا كيكرهوا هذه البلاد، هما خارج المغرب وماشي مغاربه. شنو داروا واحد الخطه خبيثه جدا، وانهم صايبوا جروبات وصايبوا الالاف ديال الجروبات اللي كتشجع على التحريض، وصايبوا دي فوكونت بسميت مغاربه باش انهم يدوزوا زعما حنا مغاربه. هادشي كامل باش انهم يحرضوا الشعب على الشعب، وباش انهم ينوضوا الفتنه بين المغاربه، وان المغاربه مثلا يخرجوا مثلا دويو على شي حاجه، وماشي انك كطالب بحقك بطريقه اللي مشروعه، لا. وكيبيعوا المغاربه للعجل باش ان المغاربه ينوضوا ويديروا الروينه، انهم يديروا الشغب وبزاف ديال الحوايج. وهادشي اللي طرا مؤخرا نتوما راكم عارفين ليستوار، وبزاف ديال الناس يعني داروا شي حوايج اللي من بعد ندموا عليهم. علاش؟ بسبب التحريض ديال بحال هاد الجروبات وبحال هاد الفيك اكاونتس اللي هما اصلا ماشي مغاربه، والهدف ديالهم هو تخريب وسط المغرب. ولكن هيهات مع من طاحوا مع المغاربه، عاقوا بهم بنادم فهم ووعى. داكشي علاش عزيزي المغربي من حقك انك تطالب بحقك، ومن حقك انك تطالب وانك تفكر وانك تحلل، ولكن بطرق مشروعه. ما تبيعش شي واحد العجل، وما ديرش شي حاجه اللي تندم عليها من بعد، وما ديرش شاغب، ما ديرش حاجه. طالب بحقك
بطرق اللي مشروع. ما تسمعش من اي واحد، تعلم تحلل وتناقش وتفهم. ولا سمعتي شي فكره من عند شي حد تقول ليه علاش مثلا قال هذه الفكره، شكون هو هاد خاينه، علاش قالها، شنو السبب اللي خلاه قالو، فين ساكن اصلا، وشنو الغايه من انه داك الشيء كيقول فيه، شنو الغايه ديالو من هادشي. ما تكونش حمار اللي قال لك جوج كلمات تبعو، فهمتيني؟ تعلم تحلل وتناقش وتفهم وما تتبعش القاطع. anyway الخوت، هذا ما كان في الفيديو. ما تنساش لايك سبسكرايب بارطاجيو. نراكم على خير في حلقه جديده.